السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو هيكون عبارة عن دي شكشوكة وطماطم مخللة وكمان بطاطس مخللة. فيديو سهل وبسيط ومشينا يومنا الحمد لله باللي موجود في البيت عشان كريم ما يزعلش. وجبنة بالفلفل والزعتر. يلا بقى نخش على الفيديو ونشوف عملنا الحاجات الجميلة العظمة دي ازاي. طبعا الحاجات دي بتفتح النفس على الاكل. فيلا نسمي بسم الله وندخل على الفيديو ونشوف عملنا ايه. اول حاجة بقى هنا هنعملها، هجيب البطاطس واقشرها. ممكن تعمليها من غير ما تقشريها عادي براحتك. طبعا هقطعها بقى وهتشوفوها هنقطعها ازاي دلوقتي. طبعا البطاطس الحجم اللي انت عايزاه عادي، مش هتفرق. وزي ما قلتلك لو هتحبي تعمليها بقشرة. قطعتها بقى كده مكعبات حلوة كده، ايه ماسكة نفسها، تكون كبيرة شوية. هنا كده هبتدي ان انا احطها في مية، شطفتها طبعا وحطيتها في مية. هبتدي ان انا اسلقها وحطيت لها شوية ملح وهسيبها بقى على البوتاجاز حوالي كده ايه 3 4 دقايق، مش اكتر من كده، علشان ما تستويش. انا عايزاه يكون فيها قرمشة شوية. بصوا هنا كده خلاص كانت درجة السوى اللي انا عايزاها. يا دوبك ادخل فيها الشوكة كده احس ان هي بتدخل، بس بتدخل يعني بالعافية، يعني مش بتدخل على طول. والبطاطاية ماسكة نفسها كده زي ما انت شايفة. بس هنا كده ايه وصلت للدرجة زي ما قلتلك اللي انا عايزاها في السوى، الدرجة اللي هي يكون فيها سنة قرمشة كده بسيطة، لا هي نية قوي ولا مستوية مهرية معايا. بصوا انا بوريكم هنا ان هي ماسكة نفسها، مش مهرية ولا منزلة كده فتافيت منها زي ما بنكون بنسويها عشان نهرسها. طبعا بعد ما استوت قلت لكم درجة السوى اللي انا عايزاها، هبتدي ان انا اصفيها واحط لها مية ساقعة علشان توقف عملية السوى وما تتهريش معايا. يعني بصوا هي كده كانت برضو تريت شوية معايا اهو. هصفيها بقى في مصفى وهكون حطها في مية ساقعة. وهنعمل كمان مع البطاطس المخللة، هنعمل طماطم مخللة. انا هنا معايا الطماطم ومقطعاها كده زي ما انتم شايفين. وطبعا يفضل ان الطماطم تكون طماطم ناشفة كده، مش طرية. بس انا للاسف الطماطم اللي عندي طرية فاستخدمتها بقى خلاص. يعني هنعمل ايه؟ المهم الخضار بقى اللي هنحطه على الخلطة بتاعة البطاطس وبتاعة الطماطم. بقدونس اختياري، توم اساسي طبعا، فلفل اخضر وفلفل حامي وفلفل احمر، ولو في هريسة تبقى افضل يعني. وطبعا ليمون وخل وزيت. والتوابل اللي هنستخدمها كمون، كزبرة، بابريكا، فلفل اسمر، طبعا ملح. طبعا هي هتبقى الخلطة واحدة، انا يعني هعملها خلطة واحدة. اول حاجة هعملها ان انا هبتدي اعصر الليمون. خلاص انا كده عصرت الليمون، هبتدي بقى ايه اقلب كله كده. احط التوابل بالمره او البهارات. بسم الله. طبعا زي ما قلت لك يفضل الطماطم تكون ناشفه في الخلطه دي او في الوصفه دي يعني. وكمان لو في هريسه افضل واحسن بكتير. انا ما عنديش هريسه فاستخدمت الفلفل الاحمر. وهحط خل. طبعا الطماطم والبطاطس تحب الخل. وهحط كده حوالي معلقتين زيت كده 3 كده. كفاية زيت كفاية زيت.
وهقلبهم بقى. سلام على الروايح. ولو في كزبره خضراء بقى يا لهوي مع البطاطس بتبقى رهيبه. الفلفل الحامي ما تنسوهوش برضو اساسي في طبعا اللي مش بيحب الحامي يعني تركزوش مع براء. ده براء عندك الغزاله رايقه. انت كنت بتقرا قران دلوقتي يا براء؟ انت مش كنت بتقرا قران دلوقتي؟ مش كنت بتقرا قران؟ اقرا تاني يلا. معايا ده اقرا قران تاني زي ما كنت بتقرا. ده ها ده ده ايه ده؟ ده طماطم مخلله وبطاطس مخلله. يلا اخرجوا بره بقى عشان اعرف يلا بس بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى ربا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى مؤمنون كل متكبر عنون الناس ذكر الله العظيم. الفاتحة. أقول أنا يا ماما؟ انت بتقول ايه؟ أقول أنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أقول أنا؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عصت بربي وربكم إني عصت بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتل إيمان يقول ربي الله. صدق الله العظيم. الفاتحة. بارك الله فيكم. يلا روحوا بقى. يلا كتاكيتي روحوا بقى. ماشي روح بقى خلينا نكمل. ما هو ده تعمليها ازاي؟ تخليه اخليها ازاي زي ما انت شايف. اقولها لك تاني؟ لا خلاص. خلاص اقولها لك. خلاص بقى مش عايزه. انا بقول لك ما تقولهاش تقول لي يا بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى مؤمنون ما شاء الله ماما طباخ. كل متكبر يعملون الناس ذكر الله العظيم. الفاتحة. طيب بعد القرآن اللي العيال قرأوه يعني وانا بعمل كده. يلا حطوا بركة قراءة القرآن في الأكل. حطيت بقى انا كده الخلطة على البطاطس. خلاص يا براء حبيبي. حطيت الخلطة على البطاطس بقى. هسيبها بقى ايه شوية حلوين كده ايه تتبل. طبعا قلت الحق لها حبة من الخلطة قبل الطماطم ما تخلص الخلطة. اكمل بقى ايه تخليل حبة طماطم. متضحكش عليا. تضحك على امك يا ماما. هي حاجة الترابي. حاجة ايه؟ الحاجة القوطة. قوطة. استسهل. ليه تشيل كل الحاجات اللي فيها؟ انا مش بشيل انا بحط بس تاكلوه انتوا الحاجات اللي فيه ده. ليه؟ عشان انا لما بحطها في البتنجان ما بترضوش تاكلوه. لا انا مبحبوش. طب روح بقى مادام ما بتحبوش. واقف تتفرج عليا ليه كده؟ بحب اتفرج. بحب تتفرج.
مش عايزاك، خليك بره. انا جاي تاني. خليك بره. انا جاي تاني. بصوا بقى، في حله على النار احط حته سمنه كده معتبره يعني، عشان اوريكم هنعمل ايه جنب البطاطس المخلله والطماطم المخلله. هعمل بيض بالطماطم، هنزل بالطماطم. انت ممكن تحطي بصلايه، بس انا مش هحط بصل، انا هحط بس ايه طماطم هسبكها تتسبك معايا. شويه ملح، طبعا الملح ده متبل معايا. هحط بس شويه فلفل اسمر، هحط شويه بهارات وهقلبهم بقى وهسيبها تتسبك معايا، ونشوف هنعمل ايه تاني. او قبل ما تتسبك بشويه هنشوف هنعمل ايه. هي بقى خلاص كده اتسبكت او قربت تتسبك. هنزل بقى بفلفل الوان او فلفل اخضر المتوفر عندك، هسيبه ياخد غلوتين كده معاه، مش كتير، مع الطماطم او مع الصلصه. كده خلاص بقى خد ايه غلوتين مع الصلصه. انزل بقى بالبيض. طبعا البيض على حسب ما انت عايزه، بس الطماطم بتبقى بحجم البيض، يعني كميه مقدار البيض. انت حطيتي بيضايه بتحطي طماطمايه، حطيتي 2 بتحطي 2، وهكذا. طبعا يتقلب على طول عشان ده بيض مش هياخد وقت. في ناس بقى بتسيبه لحد ما ينشف خالص. السوائل اللي في الشكشوكه دي تعتبر شكشوكه، طريقه من طرق الشكشوكه. بيسيب السوائل اللي فيه بتنشف خالص لحد ما يعني البيض بيبقى يعني زي عامل زي الرمل كده. بصوا العيال، معلش بقى بنهدي هما كده على طول. لا بعرف اصور ولا اسجل، ان انا اصور واسجل الصوت هي برضو، وانا باخدها من قصيرها واسجل الصوت وانا بصور. كده خلاص ادي الطماطم بتاعتنا خلصت، وادي الشكشوكه بعد ما استوى. طبعا طفيت عليه على طول، يا دوبك البيض حسيت ان هو استوى وطفيت عليه على طول. وادي البطاطس المخلله اللي عملناها مع بعض، بطاطس وطماطم وشكشوكه بطريقتي. ده هيبقى غدانا ان شاء الله النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.